البسبوسة بتتعمل بطرق كتير قوي، كل طريقة فيهم بتديكوا قوام وملمس وشكل مختلف. النسخة الأشهر هي بسبوسة الحلواني، طرية ناعمة ومرملة ودايبة جدا واخدة لون يجنن. عملناها قبل كده وكل اللي جربها الحقيقة الحمد لله شكرني عليها. ازاي ممكن نعدل في المقادير والطريقة بحيث تطلع أحلى من بسبوسة الحلواني كمان؟ تعالى أقولكوا ازاي بالمية والزبدة وشوية إضافات تانية نخلي بسبوسة الحلواني أحلى بكتير، وكل اللي يدوقها هيقولكوا انتوا عاملينها ازاي. المقادير لوحدها عمرها ما بتضمن نجاح البسبوسة، لأن في تفاصيل كتير تانية مهمة، زي إزاي نختار نوع السميد، وكمان طريقة التسوية، كمية الشربات اللي بنضيفها، لأن كل نوع سميد بيحتاج كمية سوائل مختلفة. كل التفاصيل دي هتخليكوا تعملوا بسبوسة ولا غلطة في كل مرة. يلا بينا نبدأ. طبعا أحسن صينية تعملوا فيها البسبوسة هي الألومنيوم. معايا صينية مقاس 30 سنتي أو 12 إنش، دي مناسبة جدا لعمل نص كيلو من السيمولينا. حتة زبدة طرية تكون محترمة كده، أو معلقة سمنة بلدي لو تحبوا، وشوية طحينة صغيرين، وندهن الصينية. عايزة أقول لكم إن الزبدة مع الطحينة الاتنين بيدوا طعم ولون في منتهى الجمال. طبعا المقاس ده بيدي سمك ممتاز للبسبوسة، لو أكبر أو أصغر حاجة بسيطة السمك بيتغير شوية. بعد كده هسيبها في التلاجة علشان الطبقة دي لما بتجمد بتخلي البسبوسة عمرها ما تلزق في الصينية. مهم جدا نعرف نختار دقيق السميد او السيمولينا اللي هنستخدمه للبسبوسه. طبعا احنا هنستعمل اللي هو الخام من غير اي اضافات خالص. هتلاقوا فيه منه انواع، النوع الخشن ده، وفي نوع تاني ناعم بالشكل اللي انتوا شايفينه، وفي اللي في النص ما بين الاتنين. ممكن تجيبوه فرط خام من عند العطار او الاكياس اللي هي من غير اي اضافات. نتاكد ان السميد نوع ممتاز لو مسكناه بايدينا كده وما سابش اثر واضح من الدقيق على ايدينا، يعني بتكون شبه نظيفه. طيب نختار اي نوع فيهم. هقول لكم تقدروا تعملوا بسبوسه حلوه قوي بالسميد الوسط اللي هو الميديم سيمولينا، بس انا شخصيا بفضل اني اخلط الخشن مع الناعم. اللي خشن بيديني ترميلة حلوة قوي، والناعم بيدي تماسك، فدرجة نعومة أو خشونة دي بتتحكم في قوام البسبوسة اللي بنحبه. لكن الأهم إن احنا نختار نوعية ممتازة مش مغشوشة، علشان البسبوسة ما تحجرش وتشرب شربتها. زي ما قلنا في الأول أنا هستخدم الزبدة، لكن طبعا تقدروا تستخدموا السمنة، وخصوصا السمنة الجاموسي بتبقى طعمها رهيب جدا في البسبوسة. وبرضو تقدروا تستعملوا البقري أو النباتي أو خليط من النباتي والحيواني. أهم حاجة تبقى السمنة طعمها حلو، ما تكونش مركونة ومزنخة، لأن طعم البسبوسة هو كله في السمنة. هنحتاج ل 150 جرام، يعني تقريبا كوباية إلا تلت. ممكن تستعملوا كوبايات الشاي العادية، بس الأفضل الكوبايات المعيارية أو الميزان. من غير الميزان يفضل إن السمنة تكون سايلة علشان تقدروا تملوا كوباية من غير ما يكون فيها فراغات. من أول ما بدأت أعمل البسبوسة بالزبدة بالطريقة اللي هتشوفوها كمان شوية ما بقيتش أغيرها أبدا، لأن الطعم ده مش هتاخدوه غير لما تجربوا الطريقة اللي هقولكوا عليها. دول 250 جرام أو ربع كيلو من الزبدة، يعني تقريبا كوباية زائد معلقتين كبار مليانين. هنحول الزبدة العادية لحاجة اسمها الزبدة البنية. هي تشبه السمنة لكن الفرق في درجة التسوية. الزبدة البنية بتدي طعم مميز قوي لأي حاجة بنستخدمها فيها. بنحط الزبدة العادية في حلة وعلى نار هادية، بنحرك كده من وقت للتاني لحد لما تتحول لسمنة، يعني اللي هو اللون الكهرماني الفاتح ده. لكن أنا عايزة أوصل بالسمنة لحد ما تبقى درجة بني غامق، طبعا مش محروق بس بني داكن. الدرجة الغامقة من البني دي هي اللي بتفرق قوي في طعم البسبوسة. انا عايزاكوا كمان تغمقوها درجة او اتنين اكتر من اللي انتوا شايفينهم في الفيديو. وبعد كده هنصفي السمنة بتاعتنا عادي جدا في شاشة او في مصفى تكون ضيقة قوي. وبعدين السمنة اللي طلعت منها دي هنستخدم منها كوباية الا تلت، اللي هو 150 جرام العاديين خالص. طبعا انا هوريكم كمان شوية لما السمنة تبرد لونها بيبقى عامل ازاي. في بولة أو طبق كبير هنضيف الأول كوبايتين وتلت أو 400 جرام من السميد الخشن، وعليهم كوباية إلا تلت أو 100 جرام من السميد الناعم، ورشة فانيليا صغيرة بودرة كده بتدي ريحة وطعم حلو قوي، ونقلبهم مع بعض. يعني كمية السميد كلها 3 أكواب معيارية أو ما يعادل 500 جرام. هنضيف دلوقتي مقدار السمنة اللي هو 150 جرام أو كوباية إلا تلت. أنا عملت مقدارين من البسبوسة، يعني صينيتين، واحدة فيهم بالسمنة العادية اللي هي زي دي، والتانية هوريها لكم كمان شوية بالسمنة أو الزبدة البنية. هنقلب كويس قوي السميد والسمنة وندعكهم بإيدينا، يعني بنبسهم كويس قوي بحيث إن كل حبات السميد تتغلف كويس قوي بالسمنة. المادة الدهنية دي بتبقى عاملة كده زي الغطا أو العازل، علشان لما نيجي نضيف المواد السائلة بعد كده ما يتنشطش الجلوتين أو العرق بتاع البسبوسة بسهولة، فتطلع طرية وجميلة زي ما بنحب.
ده بقى مقدار البسبوسة التاني اللي استخدمت فيه الزبدة البنية. شوفوا بقى لون السمنة هنا عامل ازاي. اللون ده هيدي طعم رهيب، وكمان البسبوسة نفسها هتاخد لون حلو قوي بعد التسوية. الإضافات التانية اللي تعتبر اختيارية، يعني تقدروا تستغنوا عنها خالص، بس هي برضو بتدي طعم حلو قوي للبسبوسة. 3 معالق كبيرة من الحليب البودرة، بنقلبهم على نار هادية تقليب مستمر لحد لما يبقى لونهم كده ذهبي غامق، وعلى طول ننقلهم في طبق تاني علشان لونهم ما يغمقش أكتر من كده. ودلوقتي هنحضر خليط المواد السائلة اللي هنعجن بيه البسبوسة. معايا كوباية أو 200 جرام من السكر الأبيض العادي، هاخد منه يعني مقدار صغير قد حوالي ربع كوباية ولا حاجة، وهنحطه كده من غير أي مواد سائلة على النار متوسطة، ونسيب السكر لحد لما يبدأ كده يتكرمل من الجوانب. أول ما يبدأ ياخد لون كده هنحرك بالراحة من الأطراف للنص لحد لما لون الكراميل يبقى غامق. كل ما يبقى لون الكراميل بتاعنا غامق شوية كل ما يبقى طعمه أحلى. الحاجة اللي نعمل فيها الكراميل تبقى قعرها تقيل وحوفها عالية وكبيرة نسبيا، علشان لما هنضيف عليه السوائل دلوقتي هيفور، فلازم نتعامل معاه بحرص. أول ما يوصل للون الكراميل اللي قلتلكوا عليه هنضيف كوباية إلا تلت أو 150 ملي من المية الدافية. نضيفها بالراحة وبالتدريج علشان ما يفورش، وهنسيبه على النار لحد لما السكر كله يدوب. هو يعني هيدوب بتأثير الحرارة. أول ما هيدوب كله هنطفي النار عشان مش هنبقى محتاجينها بعد كده. طيب أنا ليه ما كرملتش كل السكر؟ هقولكوا أنا محتاجة بس مقدار صغير يديني لون، وفي نفس الوقت ما يبقاش طعم الكراميل طاغي على البسبوسة. بعد ما داب وطفيت النار هنزود ربع معلقة صغيرة من الملح، دي بتظبط الطعم جدا، وطبعا هنزود بعد كده بقية مقدار السكر. هنحتاج كمان ل50 جرام أو 3 معالق كبيرة مليانة من عسل الجلوكوز، هو ده المكون اللي بيخلي بسبوسة البيت بنفس طعم وقوام بسبوسة المحلات. نقدر نستبدل عسل الجلوكوز بعسل نحل طبيعي أو بشربات حلويات تقيل كده زي اللي احنا عملناه في فيديو القطايف. بس في الحالة دي هنقلل معلقتين كده من مقدار السكر، لأن عسل الجلوكوز بطبيعته أقل حلاوة من السكر الطبيعي. بعد كده هنزود 25 جرام من اللبن البودرة المتحمص اللي هما 3 معالق، وعليهم كمان 3 معالق أو 20 جرام من جوز الهند حمصته كده برضو تحميصة خفيفة. طبعا الحليب البودرة وجوز الهند مكونات اختيارية، بس هما بيدوا طعم مميز جدا للبسبوسة. هنضيف كمان معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، ونقلب المكونات ونسيبهم على جنب لحد لما الخليط ده يبرد أو على الأقل يبقى دافي. ما ينفعش نحطه كده وهو سخن على السميد. هنقلب المكونات كويس لحد لما المواد السائلة تتوزع مع السميد، لكن في نفس الوقت مش عايزة أبالغ في التقليب. أول ما نلاقي كده السميد اتشرب كل السوائل هنبطل على طول، لأن المبالغة في التقليب بتخلي البسبوسة تنشف، لأنها بتفعل العرق اللي موجود في السميد. ده قوام عجينة البسبوسة متوسط كده زي ما انتوا شايفين، لا هو سايل قوي ولا تقيل بزيادة. لو حسيتوا ان هو تقيل قوي ممكن نزود معلقتين 3 مية لحد لما توصلوا للسمك اللي انتوا شايفينه ده، بتتفرد معايا بمنتهى السهولة. بسبوسة الحلواني مش بتحتاج أبدا لبيكنج باودر، هي كده قوامها هيطلع ممتاز. هنخبط الصينية كده كام تخبيطة على البنش، ممكن تحطوا فوطة تحته علشان ما يعملش صوت جامد، وبعد كده نبل ايدينا بالمية ونحركها كده على وش البسبوسة. بعد كده رجعت خبطتها خبطتين تاني على البنش، بقى سطحها مستوي بالشكل اللي انتوا شايفينه. هصب بقى على الوش معلقتين كبار كده مليانين من السمنة السايحة، ودول اختياري بس انا بحب اضيفهم، بيدوا لون وطعم ولمعة حلوة على وش البسبوسة. قبل التسوية بحوالي ربع ساعة، يعني أنا قبل ما ببدأ في البسبوسة بكون مشغلة الفرن على درجة 170 درجة مئوية لو الفرن فيه مروحة، ولو فرن غاز ما فيهوش مروحة يبقى على درجة حرارة 185. احنا عايزين حرارة الفرن تكون متوسطة بحيث ان البسبوسة تاخد راحتها في التسوية ولونها يبقى ممتاز. هنحط الصينية في الرف الأوسط، وكل ربع ساعة بقوم مديرة الصينية علشان تاخد لون متساوي من كل النواحي. هي بتقعد في الفرن تقريبا من نص ساعة لساعة إلا ربع. بتعرفوا ان البسبوسة استوت لما تلاقوا الاطراف فكت من الجوانب، وكمان بدأت تاخد لون حلو جدا. اول ما البسبوسة تدخل الفرن هنبدأ نعمل الشربات. معايا 525 ملي من المية، يفضل لو سخنة، يعني دول تقريبا كوبايتين وربع، وعليهم 375 جرام من السكر، يعني في حدود كوبايتين الا ربع، و75 جرام من عسل الجلوكوز، يعني 4 معالق كبيرة ونص. ممكن تستبدلوهم بعسل النحل زي ما انا ما عملت كده، يعني عسل نحل او شربات تقيل. ونقلب كده بالراحه خالص من بره لجوه من غير ما يجي سكر على الجوانب، ونرفع الحله على نار متوسطه، واول ما يغلي هنعصر عصره ليمونه ونضيف شويه فانيليا، ويغلي غلوتين بس كده ونطفي النار.
ما ينفعش يغلي كتير علشان ما تتبخرش السوائل، احنا عايزين كل كمية السوائل اللي في الشربات ده. وعشان اضمن ان مفيش اي كريستالات سكر بصفيه، وفي الاخر بنضيف معلقة كبيرة من السمنة البلدي. الشربات بتاعنا لازم يبقى خفيف كده بالقوام اللي انتوا شايفينه ده، كأنه بالظبط مية بسكر. الكمية دي بتعمل تقريبا 4 كوبايات من الشربات، ممكن نحتاجها كلها وممكن لا، على حسب نوع السميد. فاحنا الأول هنستخدم 3 كوبايات، ونشيل كوباية على جنب ونشوف إذا كنا هنحتاج لها أو لا. البسبوسة قعدت في الفرن تقريبا 45 دقيقة، وما شاء الله أخدت لون ممتاز جدا من غير الشواية خالص. يعني أنا عموما مش بشغل الشواية في تسوية البسبوسة غير في الآخر لو احتاجنا. وهي لسه سخنة كده بزود الشربات السخن، يعني تقريبا 3/4 كمية الشربات أو 3 كوبايات، بحيث يبقوا مغطيين وش البسبوسة كده. هنستنى عليها شوية لحد لما تتشرب الشربات كله كده براحتها، ما تستعجلوش عليها، هي هتشربه إن شاء الله. وأول ما يتشربوا خالص هندوس عليها كده ونحسها، لو حسينا إن هي يعني مش واخدة كفايتها من الشربات، نضيف تاني نص كوباية ونستنى شوية عليها. ولو اتشربتهم كلهم ولسه محتاجة، بنزود النص الباقي أو يعني باقي كمية الشربات كلها. بنعرف ان البسبوسة خدت كفايتها من الشربات لو دوسنا عليها كده وحسينا ان هي متشبعة بيه تماما، يعني بيبان على صباعنا وعلى وش البسبوسة. لو الصينية ما اخدتش كفايتها من الشربات، بيكون باين ان هي طرية في البداية، لكن اول ما هتمتص كل السوائل دي وتبرد، هتلاقوا البسبوسة ناشفة ومش طرية زي ما انتوا عايزين. ممكن جدا تلاقوا شقوق كتير قوي على وش البسبوسة، ما نخافش ولا نتخض، لان هي لما هتاخد كفايتها من الشربات هتتمدد وتنفش، وكل الشقوق دي هتروح خالص. طبعا ما ينفعش نقطعها ونقدمها وهي لسه سخنة كده، لازم نستنى عليها تبرد تماما قبل ما نبدأ نقطعها. انا دايما عارفة ان محدش هيصبر عليها، فبعملها بالليل بعد ما كلهم بيناموا خالص، بحيث تبقى جاهزة تاني يوم. في ناس بتقطع البسبوسة قبل التسوية، بس انا عادي بقطعها بعد ما بسويها. بعمل علامات كده بالسكينة علشان يبقى كل القطع قد بعض، ويكونوا كمان قد الاسباتشولا اللي انا هشيلهم بيها. قبل ما بشيل القطعة بعيد كده بالسباتولا على مكان تقطيع السكينة، وعشان البسبوسة باردة بتطلع القطعة متماسكة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. التسوية ممتازة واللون حلو قوي حتى من غير شواية، من فوق ومن تحت. عايزاكم تشوفوا الجمال واللون من كل النواحي. انا بحبها كده من غير اي حاجة، يعني سادة. لو حابين تضيفوا مكسرات يبقى تبقى نية وتنقعوها شوية في المية علشان ما تتحرقش في الفرن. ممكن تضيفوا المكسرات على الصينية كلها، أو تعملوا نص الصينية سادة والنص التاني بالمكسرات عشان تبقوا بترضوا كل الأذواق. طبعا ممكن تقدموا البسبوسة مع القشطة أو الكريمة المخفوقة زي دي كده. جربوها وأنا متأكدة إن انتوا هتدمنوها، وهتبقى وصفة البسبوسة المعتمدة عندكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تقولولي رأيكم في التعليقات، لأن ده بيفرق معايا جدا وبيفرحني قوي. أشوفكم على خير، وسلام عليكم.